هاي، أنا دكتورة دينا. أنا بقالي 9 سنين عندي مشاكل في نظري. كنت حرفيا شبه ما بشوفش أصلا، نص نظري ضايع خالص. العملية ذات نفسها بقى خدتش وقت خالص. الدكتور هشام كان سكيلفul جدا جدا، يعني أنا ما حسيتش بيها. يعني انا ما كنتش بشوف الاول، يعني ممكن يكون شخص قدامي ب 3 متر ولا حاجه ما بكونش شايفه اصلا. الحمد لله يعني فرق 180 درجه عن الاول. كان في تشاش مش ظاهر اصلا، دلوقتي حاجه تانية الحمد لله. والله العظيم من ارقى الدكاتره اللي اتعاملت معاها. لكن الحمد لله رب العالمين من ساعه ما انا جيت هنا كذا زميل يقول لي طب تعالى نشوف مكان هنا، اقول لا انا ارتحت هنا. طالما ارتحت هنا فالحمد لله. لا بصراحه حضرتك انسان خلوق ومحترم. كفايه البشاشه نفسها قدام المريض او اهل المريض، بتحاول تطمنهم على قد ما تقدر. حتى انا نصحت الزملاء ليا وكان حاله اصعب من ابني، درجه تصفيه عين طفل سنتين. قلت له روح للدكتور هشام حصل كذا كذا كذا، وبصراحه الله يبارك له. طورت لحد ما بقيت حاسه ان انا زي ما كنت شايله حاجه تقيله في عيني، زي ما تكون فيها تجمد، فيها ميه كتير. ما كنتش بصراحه شايفه بيها خالص، لكن الحمد لله ربنا يجعل في ايدين حضرتك يعني البركه والشفاء. وبعدين عملت لي العمليه والحمد لله 100 والبنك كويس والتخدير كل حاجه، والمستشفى ما شاء الله دنيا العيون والبركه بحضرتك. يعني كنت خايفه اعمل عمليه في الشمال، فالحمد لله الدكتور هشام عملها لي واقنعني ان انا اعملها. ما خدتش وقت، ما حسيتش بيها خالص حتى في العمليات. ما خدتش وقت، هي دقايق. اضطر اجراء عمليه هنا في الضرب. قام الدكتور هشام محمد غريب مشكورا اجراء العمليه يوم 23/5. الرؤيه مستقره ومصلي وتوضا ثمان تمام وما اشترع واحده. انا الدكتور سعيد عبد الوهاب، استشاري العيون. الراجل كان عنده ميه بيضاء في عينيه الشماليه متقدمه شويه. كان طبعا الاستاذ الدكتور هشام غريب اللي هو يقوم بالمهمه الصعبه دي. الحمد لله يعني عدت النجاح الحمد لله. ونشكر الدكتور هشام. أنا محمد مخلص الماجد وسوداني الجنسية، وقبل أسبوعين عملت عملية في عيني، عملية الليزر الإصلاح السطحي. وما شاء الله الدكتور هشام غريب يعني شاطر جدا جدا، يعني عمل العملية ما شاء الله في 4 دقائق. ما خلاني أحس بأي خطورة وأي قلق، ويعني ما كان في أي توتر. هو قبل العملية يعني كان النظر ما فيش خالص. مثلا لو حد قدامي مثلا ب3 متر ولا حاجة ما شوفلوش ملامح أي حاجة خالص. دلوقتي الحمد لله يعني بعد العملية يعني الحمد لله النظر ابتدى يتحسن يعني شوية بشوية، بس الحمد لله أفضل من الأول بكتير. والحمد لله يعني الأمور إلى حد ما مستقرة. والدكتور هشام الله يبارك له يعني دكتور ما شاء الله ممتاز جدا. وسلم يديك على الشغل تبعك والله يخليك.